اخر موسم للكابتن سيد عبد الحفيظ عشان احنا لا بس هو كان في اتفاق من 20 مارس يا كابتن ما اعلنش ليه؟ اعلنها للجماهير. اعلنها للجماهير يا كابتن وبوظ انا الفريق. ليه قول اخر موسم له. انا قرارات سيد عبد الحفيظ من الوقت ده لغايه نهايه الموسم هتبقى خلاص اللعيبه فك. لا ما هو انت اخر الموسم ده مش هقول كده يا كابتن يابا. انت تقدر. طب انت مشيته ليه؟ انت كمدير لو انت مسؤول في نادي واتفقت مع ما مشيتوش السنه اللي فاتت لما انا واحد من الناس طالبت ان انت يا كابتن محمود يا خطيب غير العتبه بقى وهات مدير كوره تاني والكلام ده، وانت اصلا في اخفاق خسران بطوله افريقيا وخسران الدوري. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ انا شايف ان ده قرار كان مظبوط جدا في ظل ان انت لو جبت حد في التوقيت ده والدنيا مهزوزه كانت الامور هتبوظ اكتر. لكن سيد بجد رسمي ويقول لك هو ماشي النادي الاهلي قال لك انا ما خلاص ما هو قال لك ماشي ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده. اسمع اللي انا بقول لك عليه ده. بص احنا هنتكلم بصراحه. كام مدير كوره جه في النادي الاهلي؟ مش كتير. كابتن صلاح حسني، كابتن حسن حمدي، كابتن طبعا عارف امور كتيره جوه الفريق، وفكره الاستقرار والخطوات اللي انت خدتها بانك بتريح لعيبه مش مقتنع بكلامك وصفقات. لا مع هي كل هي اللي عملت كده في الاستقرار لا في النادي. لا. الموضوع اكبر مني ومنك ومحدش يعرفه غير اعضاء مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب. احنا مش هو في كلام ان في اعضاء مجلس الاداره حد يطلع ببيان لينا في الجديد. سيد عبد الحفيظ، وائل جمعه، علاء عبد الصادق، كابتن عبد الصادق طبعا، كابتن طارق سليم، محمد رمضان، كابتن محمد رمضان، بس كده. كابتن ثابت البطل طبعا الله يرحمه طبعا. طيب انا بقى من وجهه نظري اقوى واحد كان في الناس دي وهادي خاشم، عشان ما ننساش هادي خاشم. اقوى واحد في الناس دي كان محمد رمضان. انا اتعاملت معاه وانت اتعاملت معاه. البطولات اللي عملها ماليش دعوه. هو اللي لعب، هو اللي جاب الاجوان. لا اسمعني بص هقول لك بس كم البطولات اللي جابها. انت بتحسبها بالارقام يا كابتن. اسمعني كل احترام طبعا كابتن رمضان كان هقول لك بس يعني هايل وكل الناس بتشيل يابا. اسمعني كل اللي جو دولت حاضر ونعم، ما بياخدوش قرار من دماغهم. مفيش كابتن، مفيش كده. في لوائح وتنظيم اللوائح وانا على حسب اللائحه اللي انا حاططها بنفذها. ايه حاضر ونعم؟ ايه اللي موجود جوه النادي الاهلي؟ هات لي قرار سيد عبد الحفيظ خده من نفسه. انا لازم اما انا كابتن خطيب يقول لي يا سيد اعمل كذا، ايه رايك؟ ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو نهاري يا جدعان. لقيت عبعال بيشمت في سيد عبد الحفيظ. اقول لك على حاجه، محمود الخطيب ما بيسيبش الرجاله بتاعته.